صور، حيث نرحل وإياكم على مدى الساعة تقريبا على أجنحة الذكريات والكلمات والنغمات والأحاديث الشيقة الحميمة. فمن يا ترى سيكون ربان هذه الرحلة؟ إنه صوت إبداعي تتلخص في حنجرته نبضات قلب الشعب الأردني، وتفوح من نبراته رياحين الأرض الأردنية، وعلى أوزان نغماته يغني إنسان الأردن موله الشجي. إنه الشاعر الشعبي الأردني سليمان عويس. صدق من قال بسم الله، وبسم الله مسعانا وممشانا، وباسم تراب هذا الواد نكبر لو كبر شانا، وباسم الطيب بدمه وسقى دمه، ثرى بيه وثرى جده وثرى خاله وثرى عمه، وأقسم بالعلي القهار ما يخذل حليب أمه، ولا لو جفت الوديان هذا الواد ما ينقص أبد شانه، ولا يصبح برسم البيع قوشانه، ولا لو جفت الوديان هذا الواد ما ينقص أبد شانه، ولا يصبح برسم البيع قوشانه. أعزائنا، لابد في البداية أن نقدم بعض المعلومات عن ضيف حلقتنا لهذا اليوم، وهو الشاعر الشعبي سليمان عويس. فسأقرأ عليكم بعض المعلومات من بطاقته الشخصية. فالشاعر سليمان عويس من مواليد قرية دبين بجرش عام 1941، حيث تلقى علومه الابتدائية فيها، ثم انتقل مع أسرته صغيرا إلى مدينة عمان، وأكمل دراسته الإعدادية والثانوية فيها. هذا وقد حصل على شهادة البكالوريوس في التجارة من جامعة القاهرة، ثم عمل في مجال التأمين عدة سنوات في القطاع العام والخاص، وصدر له عدة دواوين شعرية، منها مواويل رافضة وبيروت كيف حالك. ثم انتقل شاعرنا إلى مجال العمل الإعلامي، فعمل محررا للأخبار ومعدا للبرامج ومذيعا في التلفزيون الأردني، واهتم بمجال النشر وإصدار الكتب والمجلات، حيث أسس مجلة أدبية وفكرية ساهمت في نشر النتاج الأدبي الأردني وتسويقه محليا وعربيا، ألا وهي مجلة المهد. ثم تعامل مع الصحافة الأردنية شاعرا يكتب موالا شعبيا يوميا يعكس نبض الشارع الأردني وحياته الاجتماعية، وشارك في عدة مهرجانات شعرية محلية وعربية، وساهم بأشعاره المتنوعة في كل المناسبات الشعبية الوطنية الأردنية. أعزائنا، هذا موجز سريع نتوقع أن نتعرف على تفاصيله، ونحن نتصفح وإياكم ألبوم صور وذكريات الشاعر الشعبي سليمان عويس في بيته الذي يقع في جبل الحسين في عمان.